والمشهد اللي اثر فيها شويه يعني هو مشهد موت عمة سبايدر مان ماي، وده لاني كنت بكرش عليه. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من فيلم هوليوود. ودي السلسله اللي بقيم فيها افلام شفتها لاول مره في الجيش، بحيث ان انا اديها من اول برونز ميدال لحد الدايموند ميدال. الفيلم اللي معانا النهارده هو فيلم سبايدر مان نو واي هوم، فتعالوا بينا نشوف عمل ايه. الفيلم ده انا لما شفته اول مره في الجيش كان بعد سنه تقريبا من عرضه. ايوه، الفيلم نزل في السينمات وانا في الكليه، واتعمل عليه هايب جامد جدا ساعتها، بس انا ما شفتوش. وده لان بكل بساطه سبايدر مان از ماي فيفورت افنجر كاركتر. انا عارف ان ناس كتير هتتضايق من اللي انا لسه قايله دوت، ومش بس هتتضايق، ممكن كمان تشتمني في الكومنتس، بس مش مشكله لان هي دي الحقيقه. انا مقتنع ان ثور اله جالنا من عالم تاني، وكابتن امريكا كان زي مصر فحوله لسوبر سولجر، وايرون مان طور صوت بتخليه مش عارف ايه. كل ده بالنسبه لي مبلوع عادي. لكن اللي مش عادي انك تقول لي شاب قرصه عنكبوت فبقى يطلع شبك من ايديه، ده العبث بقى بجد. ده غير ان نسخه سبايدر مان بتاعت مارفل بالنسبه لي هي الاضعف من كل السلاسل، وان كانت افضلهم على مستوى الجرافيكس والتجربه البصريه. هتقولي طيب ايه نسخه سبايدر مان المفضله بالنسبه لك؟ اقول لك هي ذا اميزنج سبايدر مان بتاعت اندرو جارفيلد. انا عارف برضو ان نفس الناس هتشتمني في الكومنتس وتقول لي انت ما بتفهمش حاجه، بس هو ده رايي. نخش بقى على الفيلم، واللي كان لذيذ بالمناسبه بس مش واو يعني زي ما الناس كانت بتقول. انا من كتر كلام الناس عليه ساعتها حسيت ان انا هشوف ملحمه ايبك بمعنى الكلمه، بس ده ما حصلش. والمشهد اللي اثر فيها شويه يعني هو مشهد موت عمة سبايدر مان ماي، وده لاني كنت بكرش عليه. اوفر اول الفيلم كان حلو، بس اللي كان احلى ان لما شفته كان يوم خميس، يعني صباح جمعه، يعني مفيش طوابير يا معلم. تقييمي للفيلم هو اني هديله الجولد ميدال لانه رائع على مستوى القصه والاحداث والشخصيات وكمان الجرافيكس. هتقولي طب ليه مش الدايموند؟ هقول لك انا قلت سببي في اول الحلقه. بس كده حواديتي في الجيش لسه ما خلصتش، فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت على فيسبوك وانستجرام وتيك توك ما تنساش تعمل فولو.